عشان كده معظم الشباب اليومين دول مش راضيين عن شغلاناتهم، مش راضيين عن علاقاتهم، من كتر ما السوشيال ميديا بتبين لهم بدائل كتيرة وبتحسسهم ان البدائل دي احسن. تخيل كده ان انت دخلت سوبر ماركت ونفسك تشتري مربى، لقيت 24 نوع مربى، كل نوع بطعم مختلف. وتخيل كده ان انت تاني يوم بقى دخلت نفس السوبر ماركت، لقيت انواع المربى 6 انواع مربى بس مش 24. تفتكر انهي مرة هتقدر تشتري وانت مرتاح؟ ناس كتير هتقول ال 24 نوع دول هيخلوا عندي حرية اكتر في الاختيار، اختار براحتي فاكيد هاخد اللي انا عايزه. بس الحقيقة العلمية اثبتت غير كده، ان انت لما هتلاقي ال6 انواع بس فانت هتاخد نوع فيهم، لكن لما هتلاقي 24 نوع احنا بيجي لنا نوع كده من الشلل الدماغي، يعني بقى تبقى خايف تاخد قرار غلط، تاخد ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، ففي الاخر ممكن ان انت ترجع خطوه كده لورا ما تشتريش اي حاجه خالص. التجربه دي اثبتها العلم. سيره في جامعه كولومبيا شينا انجر عملت تجربه لطيفه جدا، جابت ترابيزه في احد الماركتس الراقيه، حطت عليها 24 نوع مربى. الناس جت اتفرجت وفي تاني يوم حطت نفس الترابيزه بس عليها 6 انواع مربى بس. النتيجه كانت قوه شرائيه لل 24 نوع مربى كانت 3% بس من الناس اشتروا، لكن لما كان في 6 انواع مربى اكثر من 35% من الناس اشتروا. اذا لما كان الاختيارات محدوده الناس قدرت انها تختار وتشتري، الاختيارات لما كانت كتيره الناس قلقت وخدت خطوه لورا وما اشترتش. في حاجه كده العلم سماها fear of better options، ان انا خايف اختار اوبشن، طب انا اخدت اوبشن مش حلو وفي اوبشنز ثانيه كانت احلى كان ممكن اخدها بس انا ما اخدتهاش، عشان كده اوتوماتيك بنرجع خطوه لورا وما بنشتريش اصلا، لان احنا دايما خايفين ان احنا نفقد اختيار احسن. عشان كده معظم الشباب اليومين دول مش راضيين عن شغلاناتهم، مش راضيين عن علاقاتهم، من كتر ما السوشيال ميديا بتبين لهم بدائل كتيره وبتحسسهم ان البدائل دي احسن، فدايما بيحس ان هو خسران ومش واخد اللي هو عايزه. عالم النفس باري شورنز عمل كتاب اسمه بارادوكس اوف تشويس، اختيار، وقسم الناس لنوعين: الماكسمايزرز، الناس اللي دايما الباحثين عن الافضل، هم عايزين يفضلوا يدوروا لحد ما ياخدوا احسن حاجه ممكن، ودي اكتر ناس بتتعب في حياتها واكتر ناس بيكون عندها تعاسه في حياتها. نوع تاني اسمه ساتيسفايرز، الناس القانعه والراضيه كل حاجه، الناس اللي بتحط ضوابط معينه للحاجه اللي هي عايزاها، واول ما يلاقوها متاحه ومناسبه بياخدوها وما بيبصوش وراها. الناس دي تبقى راضيه ومرتاحه. ازاي بقى احنا نخرج من فخ الاختيار ده؟ قلل اختياراتك عمدا. لو انت قررت تشتري لبس، محل او 2 بالكتير قوي 3، وحط في بالك ان دول اللي انا هشتري منهم، واللي تلاقيه مناسب على طول خده. دايما شوف ايه هو اللي يناسبك، لانه في فرق كبير جدا بين اللي انت عايزه وبين اللي يناسبك. اول ما تلاقي اللي يناسبك خده، وبلاش تبص وراك وبلاش تقارن وبلاش دايما تفضل في مرحله البحث عن الافضل. السعاده الحقيقيه مش في ان انت تملك كل حاجه وان انت تجيب احسن حاجه وتفضل تقارن لحد ما توصل لاحسن حاجه ممكنه. السعاده الحقيقيه بتكمن في اللي يناسبك، وان انت تاخد اللي يناسبك وتخرج بره فخ الاختيار ده خالص. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتحتاروا فيها وانتوا بتشتروها. سلام.